السلام عليكم. الخطيب أعطى الضوء الأخضر لرحيل عبد القادر. الخطيب قعد مع خوسيه ريبيرو وأعطى الضوء الأخضر لرحيل عبد القادر، خصوصا إن عبد القادر كان في كلام إن هو عايز يروح نادي الزمالك، وده كان واضح جدا، وشوبير اتكلم عن الموضوع ده كذا مرة حتى على قناة النادي الأهلي. عبد القادر ما شاركش مع خوسيه ريبيرو في الماتشات اللي كانت قبل الدوري، اللي كانت بعد كاس العالم. يعني كان الاهلي عمل مع خوسيه ريبيرو كذا ماتش كده عشان يقدر يختار ويشوف ويشوف مين يعني يقدر ان هو يعتمد عليه في اللعيبه. يعني كانت مباريات تأهيلية قبل ما يخوض النادي الاهلي او يبدأ في الدوري. فما كانش موجود عبد القادر حتى مع خوسيه ريبيرو، وما شاركوش على اساس ان خلاص النادي الاهلي اعتمد رحيل عبد القادر. وبالتالي يعني الخطيب حتى اليومين دول اعطى قرار او الضوء الاخضر لرحيل عبد القادر عن النادي الاهلي. جاله عروض كتير قبل كده مرضاش بيها، ولكن الواضح كده ان هو عايز يروح نادي الزمالك. يعني في الايام الاخيره كانت في اخبار ان هو خلاص الخطيب ضغط على خوسيه ريبيرو ان هو يشاركوا معاه في التدريبات، ولكن في هذه الأيام الخطيب أعطى الضوء الأخضر للرحيل، وحتى هو جاي له عرض في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية بمقابل 700 ألف دولار. يعني هو مبلغ طبعا مش عالي جدا. هو كان بياخد عبد القادر في قطر حوالي 1.5 مليون دولار. فيعني المبلغ ده مش هيبقى مجزي بالنسبة له. حتى كمان يعني النادي الأهلي هياخد جزء، يعني ممكن ياخده 350 ألف دولار. يعني مش المبلغ طبعا اللي هو هيوافق بيه يعني عبد القادر ان هو يرحل عن نادي الاهلي. ده بالنسبة لعبد القادر. خلاص اتأكدنا من رحيله عن النادي الاهلي. هل هو بقى هيروح الزمالك مش هيروح؟ يعني مش عارفين الصراحة. ممكن النادي الاهلي يحط آه، يعني يحط شرط في العقد ده ان هو ما يرجعش مثلا على اي نادي مصري في مصر غير النادي الاهلي. مش عارفين لسه ايه الامور هتوصل حتى الان. نتكلم بقى عن تصريحات شيكابالا اللي الصراحة مولعة السوشيال ميديا. وكان اللقاء ده مع إبراهيم فايق، واتكلم عن حاجات يعني تدين نادي الزمالك إدانة كبيرة جدا. كان في أسئلة من إبراهيم فايق لشيكابالا، واتكلم طبعا عن سحب أرض أكتوبر من الزمالك، وقال إن نادي الزمالك هيقفل، حرفيا هيقفل لو ارض اكتوبر دي اتسحبت من نادي الزمالك. لان نادي الزمالك عامل عقود مع شركات بمئات الملايين، تمام، وصرفها جابها لعيبه وكده. فلو اتسحبت ارض اكتوبر، فطبعا الشركات دي هتعوز فلوسها، هتطالب نادي الزمالك بفلوسها، وبالتالي نادي الزمالك مش هيعرف يسد، وهيرجع نفس المشكله بتاعه الديون والمديونيه هتزيد اكتر. هو كده كده اصلا نادي الزمالك عليه فلوس بالعبيط، ولسه ما لم يتم تسديدها حتى الآن. طب قال له كمان انت كان طموحك ان انت تكون مدرب، ويعني بعد الاعتزال. قال طبعا ان في ناس بتحاربني من جوه النادي لو انا يعني تطرقت الموضوع التدريب في نادي الزمالك. فيعني انا شايف كده ان شيكابالا معاه مشاكل في مع اشخاص في نادي الزمالك في الاداره داخل نادي الزمالك. فايه هي المشكله بالظبط مع شيكابالا والاداره الخاصه بنادي الزمالك؟ الله اعلم. ولكن هو قال ان هو لو يعني حب ان هو يتدرب في نادي الزمالك، في ناس من جوه النادي هتحاربه. كمان قال ان في 2 داخل نادي الزمالك كان ليهم مشكله، هم السبب المشكله في ارض اكتوبر انها تتسحب. طيب يا جماعة، طب يعني كلام شيكابالا كله كده بيدل ان نادي الزمالك في ناس من جوه هي اللي بتعمل مشاكل، هي اللي بتصدر المشاكل، مش الدولة. يعني مثلا هي اللي عايزة توقع النادي، ولا النادي الاهلي هو اللي بينخور مثلا ورا نادي الزمالك هو عايز يوقعه، ولا المظلومية اللي يعني الناس بتتكلم فيها وجمهور نادي الزمالك بيتكلم فيها. يعني طب ما هو الراجل طلع ده يعني شيكابالا ده
راجل يعني علامة من علامات وأسطورة من أساطير نادي الزمالك. الناس ما فيش زملكاوي على وش الأرض ما بيحبش شيكابالا، وأكيد شيكابالا بينتمي انتماء يعني كبير جدا لنادي الزمالك، فأكيد الراجل مش هيكذب. طيب ما هو الراجل بيقول إن في مشاكل جوه النادي الزمالك يعني الناس جوه نادي الزمالك هي اللي بتوقع النادي، هي اللي بتعمل مشاكل، فده واضح جدا يعني. طيب اتكلم كمان عن النهائي، قال له طب يعني ابراهيم فايق قال شيكابالا انت دلوقتي كان طموحك ان انت كان يعني كان ايه اكتر حاجه عايز تاخدها مع نادي الزمالك؟ قال له ان انا اخد بطوله افريقيا او كاس افريقيا. قال له طب انت كان قدامك النهائي بتاع سان داونز 2016. قال له كابتن احنا كنا رايحين ب 14 لاعب منهم اتنين بيشيشوا جوه، كانوا قاعدين بيشيشوا جوه اوضه اللبس. فدي حاجة برضو تاني بتدين نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك. فدي كانت تصريحات، كانت أهم تصريحات يعني اللي كانت بصراحة مولعة السوشيال ميديا. ونادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك كان زعلان بسبب تصريحات شيكا الأسمراني اللي هو أسطورة نادي الزمالك، ونادي الزمالك وعشاق نادي الزمالك بيحبوه جدا جدا. طيب في مشكلة تانية برضه واقع فيها نادي الزمالك غير سحب أرض أكتوبر. مرفوع قضية على نادي الزمالك عشان إعلان عدي الدباج اللي كان فيه فزلكة طبعا، وما كانش فيه أي دراسة ب3 جنيه. يعني كان فيه يعني على موبايله قال هو بيرد، جاء رقم على موبايله فرد قال أيوه نادي الزمالك أيوه أنا جاي مش عارف إيه. فالرقم اللي طلع على التليفون طلع رقم 6، والست طبعا بعد شهرين لقوا ان هي مقدمة شكوى تعويض ب20 مليون جنيه، تعويض مدني لأضرار نفسية ومعنوية للست. عايزة 20 مليون جنيه من نادي الزمالك عشان حطوا رقمها على تليفون عدي الدباج في الإعلان بتاعه التقديمي بتاعه من شهرين الكلام ده. ها يعني يا ريت، يا ريته كان رقم تليفون انا، يعني كان يا ريته كان رقم تليفون انا وكنت خدت حتى 10 مليون يا عم. فالست كده متقدمه ببلاغ ان هي عايزه تعويض نفسي وبدني. ليه بقى؟ لان الناس طبعا كلها عرفت الرقم وقعدوا يرنوا عليها واتصلوا بيها ومعاكسات بقى وبتاع. ايه ده؟ ايه الرقم ده؟ ده رقم نادي الزمالك؟ ده رقم النادي الاهلي ده ولا ايه؟ قالوا. فالست دخلت بقى في ايه؟ شتيمة ومعاكسات وبتاع، فهي متضررة بقى عايزة 20 مليون جنيه تعويض. تشوف حاجة بسيطة غير مدروسة تودي الدنيا كلها في داهية. طيب مبروك لكل عشاق النادي الأهلي والأهلاوية إن إمام عاشور جدد عقده ل3 مواسم، موسم 28 29 30. مبروك إمام عاشور مع النادي الأهلي حتى 30 20 30، 3 مواسم. النادي الاهلي بينهي الاتفاق. دي المفاجاه بقى، دي المفاجاه والخبر اللي فعلا فعلا يفرح. الاهلي بينهي الاتفاق مع جناح اجنبي اسيوي صغير 20 سنة تحت السن. تمام، يتعاقد مع النادي الاهلي ان شاء الله، هيتعاقد معاه في يناير القادم، وان شاء الله خلال اسابيع هيكون موجود مع النادي الاهلي ان شاء الله. الفتره اللي هيقعد فيها مع الاهلي فتره صغيره. خوسيه ريبيرو هياخد ملاحظاته على اللاعب، وان شاء الله هيكون في يناير موجود مع النادي الاهلي. يعني جناح فعلا قوي، رجليه قويه جدا، رجليه الشمال قويه جدا. يعني كمان ممكن الاهلي يعيده تحت السن، ومع الوقت ان شاء الله يلعب مع الفريق الكبير واحده واحده. يعني هو لاعب باذن الله واعد وعنده مستقبل كبير جدا. دي اهم الاخبار اللي موجوده حاليا على الساحه الرياضيه واللي مولعه السوشيال ميديا. طبعا زي ما انتم متعودين احنا بنجيب الاخبار الهامه، الحاجات اللي ملهاش لازمه مش يعني بنتطرق ليها عشان ما نزودش من وجع دماغكم بقى ونحشي معلومات وخلاص ونطول من الفيديو. لا احنا نجيب الحاجات الهامة والاخبار اللي هي ان شاء الله من الاخر. النهاردة للأسف النادي الاهلي تعادل مع غزل المحلة في ملعب غزل المحلة، ولكن يعني للأسف النتيجة طلعت ب0-0. الأهلي يعني ضيع حوالي 7 فرص اللي في القايم اللي في العارضة. يعني ما كانش الحظ مع الأهلي في المباراة دي الصراحة. يعني كور غريبة كانت بتضيع يعني بجد. يعني أشرف داري كرة في العارضة، كرة غريبة جدا برضو.
تريزيجيه كرة في القايم، زيزو، الناس كلها ضيعت يعني. مش ضيع يعني، لا ده كور جت في العارضة وفي القايم، مش كرة مش عايزة تخش الصراحة يعني. جه في الآخر طبعا خوسيه ريبيرو خرف برضه، غير أشرف بن شرقي وغير يعني تغييرات كانت كلها مش في محلها يعني، تغييرات فعلا صادمة يعني. يطلع نجوم الصراحة كان المفروض يخليهم في الملعب، لأن هم ممكن يصنعوا. وطلع بالرمضان، الناس دي ممكن تصنع في أي وقت الفارق يعني. فيعني إن شاء الله بالتوفيق للأهلي في الماتشات القادمة، وألف مبروك للمحلة النقطة اللي خدوها من فم الأسد. أشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.